النهاردة هجرب روتين ايلون ماسك لمدة يوم كامل. الراجل ده عنده ثروة جبارة بس مجنون شوية. هو وعنبة هما الاتنين عاوزين يعيشوا على المريخ. ايوه، في اقوال بتقول انه مش بني ادم زينا. طبعا ايلون ماسك متعود انه يصحى الساعة 7:30، واول حاجة بيعملها اول ما يصحى انه يمسك التليفون ويرد على كل الايميلات اللي عنده. بس طبعا هو بيرد على 4 شركات عنده: تسلا وسبيس اكس واكس اللي هي تويتر وشركة كمان مش فاكر اسمها. فهو عنده 4 شركات، بس انا عندي صحاب، يبقى كده تعادل، وانا هرد على صحابي ونكمل. طبعا اول ما بيخلص رد على الايميلات بيقوم يستحمى، وبالنسبه له ده شيء مقدس ومش عارف ازاي في ناس ما بتعملوش، وده حقيقه. طبعا ايلون ماسك بيشتغل من 12 ساعة ل 14 ساعة، فانا هاخد الحد الادنى واشتغل 12 ساعة، وال 12 ساعة دول هنقسمهم ل3 مجموعات، كل مجموعة 4 ساعات، وهنحاول كل مجموعة يبقى شغل مختلف. اخيرا خلاص كده، خلصت 4 ساعات، ودلوقتي بقى هنفطر ونشوف هنعمل ايه، عشان هو بيفطر الساعة 12. طبعا هو بيفطر ايه بقى؟ بيفطر اي حاجة، فهو بيفطر الساعة 12، بيفطر في 5 دقايق بس، مش عارف الحال مع الزبالة اللي هو عايشها دي، هو بيفطر في 5 دقايق بس الساعة 12. فدلوقتي هنفطر في 5 دقايق أي حاجة نلاقيها في التلاجة. يعني هو مثلا ما بيفطرش أكل صحي ولا أي حاجة زي المتوقع، متوقع راجل غني بقى وبتاع فهياكل أكل صحي، ما ياكلش أي أكل صحي. يعني دلوقتي اللي هاكله ده لقيت دي بصراحة لقيت بطاطا فحلوة هاكلها، فمش دي أكل صحي بالنسبة له جدا يعني، بس هو بياكل أي حاجة يلاقيها يعني. بس بصراحة الأكلة دي أكلة صحية خطيرة. أيوة حلو، هبقى أقول له عليها. طبعا النهاردة الجمعة وهو مش بيصلي الجمعة، فأنا هنزل أصلي الجمعة لازم، فهنزل أصلي الجمعة ونعتبره برضه ساعات من الشغل، ما هو برضه شقة يعني، شغل ديانة، فاهم؟ الدين. فلو أنت مسيحي روح الكنيسة، ولو أنت مسلم صلي الجمعة، الوحدة الوطنية. بس جامد. هنكمل بقى بعد الجمعة، هنطلع نعمل سكريبت، أقول لكم بقى بتاعتها لما يجي بعد الجمعة. طبعا هو بيحب القهوه جدا، بيشرب من 3 ل 4 كوبايات في اليوم زي تقريبا. فشربت القهوه وقعدت كملت، حاولت الاقي افكار فيديوهات واكتب سكريبتات لفيديوهات بعد كده عشان انفذها، وطبعا في العادي مش بعمله على طول كده ورا بعض. للأسف الشديد رحت عشان أصور فيديو السمك اللي أنا كنت لسه ماسك السونار دلوقتي، بس صاحبي خاني هو ما جاش معايا فما عرفتش أصور أي حاجة خالص. بس قلت أروح أصطاد كده كده، يعني أنا بحب الصيد، فشوف اللي صد. دول صدتهم، اشتريت الطعم 20 جنيه وقعدت أصطاد. والله كان نفسي أصور لكم بس إيدي كانت وسخة خالص وما عرفتش أصور حاجة خالص. شوفوا حلو. فنعتبر ده شغل عشان الموضوع تعبت أوي. بس هو خدني، انا كنت ناوي اصور يبقى شغل بس ماشي. فطبعا كده فاضل لنا حوالي ساعتين تقريبا او 3. ففي فيديو كان خانقني في عيشتي، مكنتش عايز امنتجه ابدا، بس همنتجه عشان لازم اشتغل عشان الروتين بتاع مستر ايرون ده. هنمنتجه دلوقتي، وبعديها بيقرا كتاب، فانا همنتجه وبعدين نقرا الكتاب بقى.